ونسعد خلال هذه الفترة بزميلنا الصحفي الأستاذ محمد جمعة مدير مكتب الوفد بالإسماعيلية. بنرحب بيك يا أستاذ محمد. الله يخليك فندم، كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والسادة المستمعين بخير، ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. علينا وعلى حضرتك وعلى كل أهالينا في منطقة طبعا الإسماعيلية وكل منطقة القناة وشبه جزيرة سيناء كاملة يعني. الله يخليك فندم. الله يكرمك. يعني حضرتك في خبر انت نشرته خلال الفترة من يوم او يومين امس الاثنين يعني الاثنين يا فندم. بطول 8 كيلو مجلس القبائل العربية يتضامن مع غزة المائدة بدون افطار بالعريش. محتوى هذا الخبر او اهم ما يتضمنه من نقاط. يمكن دعني ان انا يعني اشرح باستفاضه هذا الموضوع. يمكن اهالينا في شمال سيناء وطبعا تحديدا في منطقه العريش ورفح بينظموا حفل افطار هيبقى يوم الجمعه ان شاء الله بطول 8 كيلو دعما لاخواتنا في غزه وفي خان يونس. طبعا تضامنا معاهم كل هذه الوجبات بطولة 8 كيلو هتقدم لأهالينا في غزة من خلال طبعا سيادة المحافظ لواء شوشة اللي هو طبعا بيقدم دعم كبير جدا لأهالينا في غزة عن طريق معبر رفح وعن طريق طبعا القيادة السياسية اللي هي يوميا يمكن بتستقبل طبعا حالات من رفح، حالات المصابين والجرحى من الأطفال ومن النساء. وطبعا يمكن القيادة السياسية في رفح وفي شمال سيناء مقدمة فعلا يعني نموذج مشرف للعالم كله من خلال طبعا الدعم اللي بتوديه والدعم الغذائي والقوافل الطبية اللي أمر بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن احنا بنقدم حوالي 80% من القوافل العلاجية والطبية والغذائية من خلال مصر ومن خلال الجمعيات مصر الخير ومن خلال الجمعيات الأهلية ومن خلال طبعا صندوق تحيا مصر. ده شيء طبعا كان مشرف يشرف يعني كل مصري يفخر ان بلده اللي قايمه فعلا بمجهود كبير جدا وبتقدم 80% من هذا يعني العون الغذائي والعون الطبي لاهالينا في غزه. طول 8 كيلو متر. نعم. معنى كده ان المائده ستكون ما هي الا يعني تعبير رمزي، اما الوجبات هتدخل لاهالينا هتدخل لاهالينا في غزه، لان طبعا يمكن زي ما سيادتك عارف ان احنا يعني افتتح اكتر من مخبز في منطقه شمال العريش. كل ورفح بيودوا كل الاكل والمعونات دي كلها بتوصل لاهالينا في غزه. يمكن اكبر دوله على مستوى العالم بتقدم لاهالينا في غزه دعم يكون مصر، لان مصر فعلا هي الوحيده، هي قلب الامه العربيه، وهي الوحيده اللي بتقدم يعني العون والغذاء يوميا لاهالينا في غزه من خلال معبر رفح وطول كرم. تمام. اليوم ايضا كان عندكم يعني في الاسماعيليه حدث اخر خاص بوزاره الشباب والرياضه. يمكن النهارده فعلا حدث كان مهم جدا، وده مهم على مستوى 27 محافظه. اني طبعا وزير الشباب والرياضه النهارده فتح عبر فيديو كونفرنس فتح مائده الافطار لذوي الهمم ل 300 واحد من ذوي الهمم في مركز ومدينه الانطره غرب، وكان معاهم على الهواء مباشره معالي وزير الشباب والرياضه، وطبعا كان بينوب عنه هنا وكيل وزاره الشباب والرياضه الدكتور ايهاب، وايضا الكابتن عبد العزيز الصافي رئيس مجلس التنميه الشبابيه لمركز ومدينه الانطره غرب. وطبعا كان حدث مهم جدا، ويعني يمكن افطر حوالي 300 من ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم في محافظه الاسماعيليه. تمام. يعني ده كان عباره عن افطار جماعي لذوي الهمم؟ يا فندم.
ده كان افطار جماعي وكان على مستوى المحافظات كلها على 27 محافظه، بس عن طريق الفيديو كونفرنس افتتح حفل الافطار من هنا من عندنا من الاسماعيليه من مركز التنميه الشبابيه بالقنطره غرب. طبعا بيكتسب هذه الاهميه نظرا لان الحاضرون هم من اصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصه. ذوي القدرات الخاصه، وكان مستضيفهم كلهم. اختاروا المركز الوحيد على مستوى محافظه الاسماعيليه كان مركز التنميه الشبابيه بمدينه القنطره غرب، اللي طبعا بيرأسه رئيس مجلس الاداره الاستاذ الكابتن عبد العزيز الصافي، اللي هو كان منظم اعلى تنظيم النهارده لذوي الهمم. كان تنظيم فوق رائع فوق ممتاز، كان في تجهيزات طبعا كبيره جدا ليهم، واستقبال كان حافل لذوي الهمم والاحتياجات الخاصه في مركز التنميه الشبابيه. قدموا برضو ليهم بعض العروض وبعض الانشطه بعد الافطار، الانشطه الرياضيه وايضا الرسومات، وبعض يعني كل من هو لديه فكره من ذوي الهمم كان بيقدمها النهارده في مركز التنميه الشبابيه عبر الفيديو كونفرنس مع معالي وزير الشباب والرياضه. وطبعا يعني كان شيء يعني مشرف جدا لمحافظه الاسماعيليه هذا الحدث الكبير، ان الوزير يتابع حفل الافطار، وزير الشباب والرياضه يتابع حفل الافطار من محافظه الاسماعيليه، رغم ان حفل الافطار دون على مستوى 27 محافظه، ان هو اختار محافظه الاسماعيليه لان دايما زي ما انت عارف ان محافظه الاسماعيليه من ضمن المحافظات الساحليه، بتتوسط مدينه القناه ومدن القناه الاسماعيليه والسويس وبورسعيد، الاسماعيليه في المنتصف، ودايما هي يعني بتكون صاحبه الحظ الاوفر حتى في كل المشاريع اللي تمت على مستوى الجمهوريه. كان نصيب الاسماعيليه النصيب الاكبر في المشروعات داخل محافظه الاسماعيليه. هل استاذ محمد جمعه مدير مكتب الوفد بالاسماعيليه بعين الصحفي شايف مثلا رمضان بيختلف عندكم عن القاهره؟ طبعا، لان كده مميزات المميزات الدورات الرمضانيه بصفه مستمره في العزب والكفور والنجوع. ايضا عندنا ما زلنا بنحتفظ ب حاجه يعني جميله جدا عندنا، اللي هي الافران بتاعه الكنافه، اللي هي البلدي اللي هي معموله بالطينه بتاعه زمان دي، اللي هي بتاعه اللي بتلاقيها في الريف وفي الفلاحين، دي ما زالت موجوده. هذا الطابع ما زال موجود عندنا. ما زال الطابع الاخر موجود، ان كل قريه كل عزبه كل نجع كل مركز كل حي لازم تقام فيه الدورات الرمضانيه بصفه مستمره. دي من اهم المميزات عندنا اللي هي موجوده. دايما انشطه قصور الثقافه دايما بتبقى برضو مميزه عندنا في مدن القناه، دايما العروض والعروض الفنيه والانشادات الدينيه دايما في كل قصور الثقافه موجوده عندنا بصفه مستديمه في الاسماعيليه. لكن احنا بنتميز دائما بالانشطه الرياضيه، لان حضرتك يعني تعلم ان محافظه الاسماعيليه دايما عشاق للكره المصريه، وعندنا طبعا يعني حضرتك تعلم نادي الاسماعيلي برازيل مصر، فدايما يعني الناس هنا بتعشق الرياضه، فدايما تلاقي كل الناس يمكن انا يعني بتحب الرياضه دايما بتعمل دورات. يمكن انا بكلم حضرتك الوقت حاليا وانا بقى اتابع الدوره الرمضانيه الكبرى، نهائي الدوره الرمضانيه الكبرى لهيئه التامين الصحي الشامل برئاسه طبعا الدكتور احمد السبكي مساعد الوزير، وايضا الدكتور محمد سابي مدير فرع هيئه الرعايه الصحيه في الاسماعيليه، عم منظمين دوره كبيره رياضيه طبعا معموله دي ليست على حساب الوزاره لكن على حسابهم هم الشخصي كاطباء وتمريض وعاملين بهيئه الرعايه الصحيه، عاملين اكبر دوره رمضانيه لكره القدم بنحضر فيها النهائي. يمكن حضرتك بتكلمني وانا بحضر النهائي هيئه الرعايه الصحيه لمحافظه الاسماعيليه اللي بتنظمه وزاره الصحه. الاستاذ محمد جمعه الصحفي ومدير مكتب الوفد بالاسماعيليه، شرفتنا وشكرا لكل المجهودات اللي بتقوموا بيها، وايضا يعني طبعا يعني الامر الخاص باقامه المائده. شكرا للقبائل العربيه والمصريه
وان شاء الله نكون معاكم برضو على الهوا باذن الله يوم الجمعه ان شاء الله من اطول مائده بتنظمها مصر، بطول 8 كيلو في محافظه شمال سيناء باذن الله تعالى، ونوافيكم باهم الاخبار ان شاء الله، اعداد القافله وايضا اعداد التجهيزات الخاصه بالقافله. ويمكن انا معايا على الهوا مباشره لو امكن معانا الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئه الرعايه الصحيه، لو يخش معاكم يعني يقول لك برضه عن موضوع الدوره الرمضانيه الموجوده، اكبر الدورات الرمضانيه اللي موجوده في محافظه الاسماعيليه. طب اتفضل. السلام عليكم يا دكتور محمد. معايا دكتور محمد سامي اهو. جامعه القاهره معاك على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازي حضراتكم؟ الله يكرمك. الهدف من اقامه مثل هذه الدورات الرمضانيه؟ والله يا فندم ده يعني جزء من حرص الهيئه العامه للرعايه الصحيه بتوصيات من معالي الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس اداره الهيئه ونائب رئيس مجلس الاداره والمدير التنفيذي، زياده الروح الدعم المعنوي بين الاطقم الطبيه الموجوده والاداريه وخلافه داخل منشات الهيئه العامه للرعايه الصحيه. في روح تنافسيه كويسه جدا، في اجواء رمضانيه محترمه جدا، وانا بنتهز هذه الفرصه وبقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين، ويعني ورمضان كريم على حضراتكم وعلى كل الناس الطيبين اللي حوالينا ان شاء الله. الله يكرمك. اهم الفرق اللي شاركت هذا العام وحضرتك شفتها وجذبت انتباهك يعني؟ والله يعني كل الناس اللي موجوده ناس كويسه واجتهدت. النهارده في 4 فرق خلاص النهارده قبل النهائي والنهائي ان شاء الله. فريق فايز، فريق كويس جدا، فريق الفرع كويس جدا، المجمع الطبي داخل تمريض المجمع فرقه كويسه جدا. احنا نتمنى التوفيق للناس كلها، وفي الاول وفي الاخر يعني اجواء التنافس دي اجواء محترمه جدا، واللي يعني لنا في الموضوع ان يبقى في يعني رفع نوع من انواع الدعم المعنوي للساده العاملين. هل الفائزين بقى ليهم جوائز ماليه ولا جوائز عينيه وكؤوس بس يا دكتور؟ لا هي بتبقى جوائز عينيه، ميداليات كده عليها لوجو الهيئه، بس هو في يعني زي ما بقول لمعاليكم هو في اهتمام باين من رئاسه الهيئه بالوضع هنا، فهو موضوع جوائز عينيه بس بميداليات وكاس للمركز الاول والثاني. احنا نتمنى لكم دايما التوفيق. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا وشكرا لزميلنا العزيز محمد جمعه. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. كل سنه وانت طيب. اتفضل. وانت طيب.